السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. زي ما احنا شايفين يا جماعه اخواتنا، والوضع في فلسطين مش احسن حاجه، بل بالعكس من سيء لاسوأ. يعني ربنا طبعا ان شاء الله ينصرهم ويرحم الشهداء ويشفي المصابين. طب قبل ما نبدا كده الفيديو، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويدينا اللايك الجميل، ويلا نبدا الفيديو. في الجو الحر الصعب قوي اللي احنا عشناه الفترة اللي فاتت دي ولسه عايشينه، ولسه هيدخل كمان على الأصعب منه تقريبا. يعني بنسبة كبيرة، مش هقدر أقول رقم معين، بس بنسبة كبيرة الناس ما بتملش قوي أو ما بتروحش ناحية الأكل، بس بتروح ناحية الآيس كريم، عصاير، مياه غازية كده يعني. فأنا بتمشى في السوبر ماركت لقيت منتج كده أول مرة أشوفه، هو ميلك تشيك بس بودر، يعني سريع التحضير، زي الحاجات اللي هي العصائر سريعة التحضير والقهوة سريعة التحضير. هم عملوا ميلك تشيك سريع التحضير. هو منتج اسمه كافيه او ميلك تشيك. ده بالفراولة وده بالموز. شوف انا متحمس قوي يعني اشوف هل الميلك تشيك ده يعني ممكن يتعمل فعلا حاجة سريعة التحضير ولا هي اي كلام. وده انتاج شركة تاج الملوك، بس معرفش هل هي بتاعت تاج الملوك بتاعت الفانيليا والبيكنج باودر ولا لا. طيب سعر الكيس من دول 9 جنيه. طريقة التحضير سهلة جدا. احنا بنفضي الكيس ده في ازازة ومعاها 250 مللي لبن ويكون ساقع، وبنفضل نرج لمدة دقيقتين او ممكن نستعمله في الخلاط. فانا اللي حمسني اكتر كده ان ميلك تشيك تقريبا اقل حاجة بره دلوقتي تقريبا 50-60 جنيه، يعني مش عارف بالظبط السعر بس يعني مش هيقل عن كده. فكون ان هو يبقى فيه حاجة ب9 جنيه وهنحط معاها مثلا لو هنشتري اللي هو اللبن الجاهز بتاع الشركات، هو العلبة الصغيرة تقريبا مش عارف ب10 ب15، يعني هنقول كل الاجمالي الليلة كلها ب25 جنيه ناخد كوباية ميلك تشيك وحلوة. مش عارف، هنشوف. طب تعال نبدأ بأول حاجة اللي هو ميلك تشيك بالموز. طيب ادي الازازة اللي هنرج فيها الخليط، وادي كوباية اللبن. طيب تعال نفتح اول حاجة الكيس بتاعنا ده. والله ريحة الموز موز طبيعي. طيب خلينا كده نفتح الازازة ونفضي البودر بتاعنا. طيب تعال نحط كده اللبن. طيب المفروض بقى ان احنا بنرج لمدة دقيقتين تقريبا. يلا بينا. هو طبعا لو في مضرب او اي حاجة او خلاط هيكون احسن بكتير، بس يعني احنا هنفترض ان احنا في الشارع او في اي مكان مفهوش الادوات دي، هنتعامل. ده في حال طبعا المنتج طلع كويس. طب متهيألي كده كفاية. تعالوا نجيب كوباية كده ونشوف. لحظة الحقيقة قربت. والله ريحة مبشرة قوي. اوه هو ايه القوام ده؟ والله يعني قوام مبشر قوي. يعني مش خفيف، واللون كده مدي على لون العصير الموز، وريحة بصراحة تحفة يعني. طيب تعال ندوق. بص هو قوام ميلك تشيك، والطعم يعني ايه لما لا يعني الريحة احسن من الطعم قالب شوية على اللبان بطعم الموز. طب تعال نشوف الطعم التاني معانا، واللي هو طعم الفراولة. في الاغلب طعم الفراولة بيكون يعني من احسن اطعم الفواكه اللي بتبقى موجودة في المشروبات يعني، وكل الناس بتميل ليها. ف يعني خلينا نتفائل خير بالفراولة. هنا ريحة الفراولة قوية قوي يعني. تعال نبدأ كده. نحط البودر بتاعنا هنا، واللبن، وربنا يستر عشان ما باتش بره البيت النهارده. لا ده كده فيها بياتا بره. لا مش قوي، ده حته صغيره يعني، ما تكبروش الموضوع يا جدعان. طيب
طيب تعال نلحق بس ايه نرج قبل ما الخليط ده يكلكع. طيب متهيألي كده كفاية. شوف كوبايتنا ولحظة الحقيقة، انا ده متفائل بيه. القوام بصراحة عجبنا اوي القوام بتاعهم، يعني ادي القوام برضو قوام حلو. طيب هو يعني الطعم زي ما قلت لكم برضو الى حد ما الريحة اقوى من الطعم. هو اقرب حاجة ليه ان هو يكون يعني لبن بالفواكه. عارفين انتوا الحاجات الجاهزة دي اللي هي لبن بالفراولة ولبن بالموز ولبن بالشوكولاتة، هو تقريبا هيبقى في السكة دي. يعني القوام بتاعه في كثافة الميلك تشيك. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. المنتج لذيذ لطيف، ممكن نعتبره لبن بالفواكه مش ميلك تشيك قوي، يعني كثافة الميلك تشيك وطعم اللبن بالفواكه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تدينا اللايك الجميل، واللي مش مشترك في القناة يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصله كل الفيديوهات اللي جاية. واللي بيتفرج علينا من فيسبوك ما ينساناش من لايك ومتابعة الصفحة. في صندوق الوصف هتلاقي اكونت الانستجرام، ممكن تتابعوني عليه، بتنزل حاجات مش بتنزل على اليوتيوب. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم، سلام.